اهنأ بخشوعك. أما الثالث فهو التشكك والتشكيك في القبولية، أنت تصلي لكن ما نقبل من صلاتك، أنت صليت بس ما تدري هل قبلت صلاتك ولا ما قبلت. وكأن الصلاة مغامرة ومخاطرة، ما ندري تقبل أم لا. لا يا حبيبي، اعلم أن الله ما ابتعثك لتصلي إلا وقد قبلك، واعلم أن الله عز وجل ما أقبل بك إلا ليقبلك، واعلم أن الله ما اختارك لتكون ممن يقف بين يديه يقول الله أكبر ثم ينحط إلى الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى، إلا وهو يريد أن يعطيك ويكرمك وينيلك ويفيض عليك. احذر أن تظن بربك ظن السوء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فهل أظن أنني أقبل على الله ثم يطردني وحاشا عظمته؟ هل أظن أنني أقول يا رب ثم يحرمني؟ لا والله. أبشر بصلاتك واهنأ بها، كل صلاة صليتها فقد رفعتك، إنما حديثنا لتكون صلاتك أكمل وأجمل وأفضل وأعلى وهي عالية. إياك أن تظن أن أحدا يقبل على الله ثم يطرده، وهو الذي يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ختاما، اعلم أن علامة القبول لصلاتك أنك صليت. اعلم أن علامة القبول لصلاتك أنك أتيت وقعد غيرك وصليت ولم يصلي غيرك وذكرت ونسي غيرك. هذه أول بشائر القبول، فاهنأ بها واستبشر، واعلم أن الله ما أقبل بك إلا ليقبلك. أما الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين، فبشراك بشراك وهنيئا لك هنيئا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاتي نجاتي ونور لقلبي، صلاتي دوما ضياء حياتي، صلاتي عماد لديني وأمري، بها أستعين بدرب الشتات. صلاتي راحة قلبي المعنى، وما خاب يوما مقيم الصلاة، أحب الصلاة ففيها نجاتي، وتسمو بروحي عن الملهيات. صلاتي نجاتي ونور لقلبي، صلاتي دوما ضياء حياتي، صلاتي عماد لديني وأمري، بها أستعين بدرب الشتات. وأشعر بالله مني قريبا، ويخشى فؤادي بالرحمات، إذا ما ركعت إذا ما سجدت، أحس بفيض من المكرمات، أحس بفيض من المكرمات. صلاتي نجاتي